انا وياك والليل وبرشا حكايات في البرتوش. القصه ديال البرتوشه الاخوان بدات في 2012 مع واحد المجموعه في الفيسبوك كانت كتدعي ان عندها الحق تمارس الجنس الرضائي في اماكن خاصه وما يكونش مضايقات لا من الدوله ولا من الشعب. هاد الاماكن سريه لممارسه الدعاره اخترعوا لها اسم وسموها البرتوش. هاد العبارة لاقت للبعض لكنها ما لقاتش واحد الرواج على الصعيد الوطني، بقات فقط بحال شي كلمة سرية كيستعملوها المختصين في اصطياد البرتوشة واقتيادها إلى البرتوش من أجل البرتشة والتبرتش. لكن بعد مرور 11 سنة جا ستيل ارتيست وركبها في أغنية وعطى للشعب يتمزج. موضوع الأغنية كيحكي على زاني طايح مع زانية، هو درويش مسكين ما عندوش وكيطلب منها تبقى معاه في البرتوش بلا زواج بلا مسؤوليه. وكمل من راسك. حيت انا اليوم اللي كيهمني في هذا الموضوع هما هاد النساء وهاد البنات ديال المغرب ولاد البراتيش اللي طلعونا بهاد ستاتويات الخنزين. شوفي يا اختي، عارفينك بنت السوق وقليله الترابي وقليله الادب، غير بلا ما تزيد تفضحي راسك مع عائلتك من جهه ولا حومتك من جهه ثانيه. كتفخروا بالرذيله والمناكر يا ولاد الدين. فين ما كانت شي حاجه طايحه ولا خاويه ولا خانزه طلعتوها للطوندونس. وملي كيجي شي حد يهضر على العاهرات المغربيات كيبداو ترجلوا وتلصقوا في العفه والشرف يا ولاد البرتوش.